السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة آخر الأخبار. إن كنت من المشاهدين الجدد لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. شكرا. خبر عاجل: صقيع وثلوج جد كثيفة وأمطار غزيرة إلى غاية الجمعة. أفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي اليوم الثلاثاء أنه من المرتقب تسجيل تساقط أمطار جد غزيرة وثلوج كثيفة، وهذا بداية من يوم الغد الأربعاء إلى غاية يوم الجمعة. وتخص الأمطار جد الغزيرة أغلب المناطق الشمالية والساحلية، مع استمرار تسجيل تساقط كثيف للثلوج على مرتفعات تيارة البليدة، تيبازا، ندية، سطيف، تيزي وزو، برج بوعريريج، قسنطينة، خنشلة وباتنا. أما يومي الخميس والجمعة فستشهد أغلب المناطق الشمالية استمرار تساقط الأمطار الغزيرة. وفيما يخص درجات الحرارة، فأشارت خارطة الرصد الجوي إلى أن أغلب ولايات الوطن ستعرف نزول هواء جد بارد، حيث تم تسجيل درجات حرارة جد منخفضة بين 4 إلى 2 في المناطق الداخلية، وصفر إلى 4 درجات في السواحل، وصفر إلى 10 في الجنوب. أما خلال الظهيرة فتم تسجيل 4 درجات في الداخلية، و14 درجة في الشمال، و11 إلى 29 في الجنوب. كما أضافت النماذج الرقمية أن البحر سيكون مضطرب على طول الشريط الساحلي بسرعة رياح تصل إلى 60 كم في الساعة،